عمر فضح أهله ودمر عيلته وهو أصلاً طفل صغير. تعال احكي لك. عمر طفل عنده 8 سنين. اهله لقوا ان اسهل حل في الدنيا ان هم يدوله التابلت يعيش حياته عليه لانه بيسكت لما بياخد التابلت. عمر مسك التابلت واتلزق فيه وعمال بيلعب لحد ما مره واحده اللعبه وقفت وقال له مش هتخش على المستوى الجاي الا لما تعمل المهمه اللي انا هقول لك عليها. قال له ايه هي المهمه؟ قال له تتفرج على الفيديو الجاي، وجاب له فيديو فيه شويه حاجات قليله الادب. عمر اتفرج عليها والدنيا عدت. لعب مستوى مستويين 3 وتكرر نفس الموضوع تاني واللعبه وقفت وقال له هطلب منك مهمه، وفي دماغ عمر ده جزء من اللعبه. قال له صور لي الاوضه اللي انت قاعد فيها، فعمر يقوم ويصور الاوضه واللعبه تشتغل ويكمل المستوى اللي بعده. وكل مره صعوبه المهام تزيد وخطوره المهام تزيد لحد ما وصلت ان هو يصور اهل بيته، اهل بيته في اماكن ما ينفعش ان هو يصورهم فيها. وفي يوم من الايام والد عمر شافه وهو بيعمل حاجه ما ينفعش تتعمل وزعق فيه وقال له انت بتعمل ايه؟ قال له يا بابا والله ما اعرفش، هو اللعبه اللي قالت لي اعمل كده. الاب مسك التابلت عشان يفهم فيه ايه، بس ده كان بعد فوات الأوان. اقفل النت عن أطفالك وهم بيلعبوا عشان ما يحصلش أي تواصل معاهم. ممكن كمان إنك تنزل أحد التطبيقات اللي بتمنع الإعلانات سواء أونلاين أو حتى على الجهاز مباشرة. ودايما شغل نظام الأطفال عندك في الموبايل أو في التابلت عشان تضمن إن مفيش أي حاجة كده ولا كده بتطلع لهم. خلي بالك، وكالعادة ادعي لي.